السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم حبايب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يبلغنا يا رب ليلة القدر ويعتق رقابنا فيها من النار يا رب، اللهم آمين. الفيديو النهاردة فيديو جميل جدا، لأن هعمل فيه محشي. والمحشي طبعا يعني كله بيحبه، مفيش حد اسمه ما بيحبش المحشي، وخصوصا محشي الكرنب يعني. فانا النهارده هعمل محشي كرنب، وهعمل معاه بدنجان ومعاه كوسه، عينات كده يعني، بس هي حله مع بعض كده، كله على بعضه يعني مع بعض في قلب الحله، هيبقوا مصحاب جنب بعض. ان شاء الله تتفرجوا معايا على الفيديو وكملوا معايا للاخر، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. هقول لكم على الاسرار اللي بتخلي الخلطة تطلع مظبوطة جدا وطعمها جميل، والأسرار كمان بتاعت التسوية المظبوطة. عشان المرة اللي فاتت وأنا كنت بسجل لكم الفيديو ده، الفيديو بتاع المحشي بتاع المرة اللي فاتت، أنا ما كنتش مسجلة بصوت لأن كنت مجهدة وتعبانة شوية. المرة دي إن شاء الله أنا هقول لكم على كل الحاجات اللي أنا قلتها في الفيديو اللي فات بس كنت كاتباها في الوصف يعني، ما كنتش متكلمة. المهم أنا هنا دلوقتي بفرش الحلة اللي أنا هحشي فيها بفرشة كده من الخضرة، عبارة عن الخضار يعني، عبارة عن جزر وبصل، ولو في فلفل أو عروق كرنب، أو مثلا عيدان خضرة بقى، كزبرة وشبت وبقدونس، أي حاجة. أنا عموما بحب أحط عروق الكرنب، ببقى عيناها برضو مع الورق اللي أنا مفرزاه، وبحط كمان جزر في الأرضية كده، وبحط معاه بصلاية كده متقطعة حلقات. كل الحاجات دي بتدي طعم للمحشي وبتخليه مسكر وطعمه جميل جدا، وفي نفس الوقت هي بتستوي بتبقى طعمها جميل قوي يعني. الجزر اللي بيبقى محطوط معاها ده بيبقى طعمه اطعم من المحشي نفسه. انا عموما بحب الجزر ده، جميل جدا، احلى من المحشي اللي بيبقى معمول. نعتبر حتى كأن الجزر دوت زي ما نكون عاملينه سوتيه كده، بس مستوي بقى في خلطة محشي، بيبقى طعمه ايه يا سلام، حاجة 10/10 يعني. فجربوه والله، يبقى طعمه جميل جدا. انا هنا هعمل معاكم. كنت مجهزة في الفيديو اللي فات بتاع المحشي، اللي انا كنت بعمل فيه خلطة المحشي يعني. كنت مجهزة فيه الخلطة ومزودة عشان ابقى اعمل منها مرة كمان. فانا المرة دي مطلعة الخلطة من الفريزر، ومطلعة الكرنب من الفريزر، ومطلعة البدنجان من الفريزر. الكوسة بس هي اللي ما كانتش في الفريزر، كانت في التلاجة. وطبعا مش كوسة يعني، كانتش جاية انها تتحشي ولا حاجة، ولكن طبعا لازم اتصرف يعني. كنت عايزين نعمل محشي كوسة ومفيش كوسة، هنشتريها منين دلوقتي مثلا؟ فانا كنت جايبة كوسة وحطاها في التلاجة بقالها يجي اسبوع عشان اطبخها، بس ما كانش فيه نصيب انها تتعمل يعني الفترة ديت. فطلعتها ولقيتها دبلانة كده من بره، فعشان ما تبقاش شكلها مش لطيف يعني وهما بياكلوها، رحت مقشراها. ودي اول مرة في حياتي اعمل كوسة محشية متقشرة، بس والله كان طعمها جميل جدا يعني، ما شاء الله ما بارك. حتى هما كانوا مستغربين يعني، زوجي كان مستغرب ان هي الكوسة متقشرة، بيقول لي انت عمرك ما عملتها متقشرة؟ قلت له بس هي دي اللي عندي يعني، وعملت بقى والحمد لله كانت حلوة. ان شاء الله اجيبها بعد كده واعملها برضو معاكم، وهوريكم. انا ما بقشرهاش، انا يا دوبك ببقى ايه، خربشه كده بالمقوار او بالسكينه مشرشره عشان تبقى شكلها حلو، وهي يعني ما تتحشي بتبقى شكلها حلو يعني. انا طبعا كنت مجهزه زي ما قلت لكم الخطوه اللي هي بتاعه خلطه المحشي من المره اللي فاتت، فطلعتها جاهزه. ويا دوبك غسلت الرز بتاعي وصفيته وحطيته عليه. هنا بقى يا بنات انا كنت عامله ايه، مقطعه خضره على الخلطه وانا بسويها. وفي نفس الوقت عشان انا هعمل النهارده مثلا محشي، عندي خضره في التلاج اطلع منها عودين، يعني مثلا عودين كزبره، عودين شبت، عودين بقدونس، واغسلهم وافرمهم واحطهم عليها كانها لسه طازه، كأن الخلطه لسه معموله النهارده. برضو بتخلي لها ايه، طعم احلى يعني. ولو انا ما حطيتش خالص هتبقى جميله جدا، لان هي برضو واخده كل حاجه. فالمهم يعني اللي عنده يزود، ودي كلها بتفرق يعني في الطعم.
وهي دي الطريقة الوحيدة اللي ينفع نحفظ بيها الخضرة في الفريزر. الطريقة اللي بيقولوا فيها ان احنا ممكن نغسل الخضرة ونجففها كده وننشفها على فوطة ولا على مناديل مطبخ ونقطعها ونعينها في كيس في الفريزر، فاشلة جدا. انا جربتها قبل كده وما كانتش حلوة. انما لما نكون مثلا احنا بنستخدم الخضرة دي في السبانخ او في المحشي، نعمل الخلطة بتاعة الحاجة وننزل فيها الخضرة ونخليها تاخد مع بعض كده نقلبهم تقلبتين، وبعد كده نبردها ونعينها في الفريزر. دي الحالة الوحيدة اللي ينفع فيها ان انا افرز الخضرة. المهم، انا دلوقتي كنت بحشي البدنجان وبحشي الكوسة، بس مش عارفة الكاميرا ما جابتنيش، وانا ما كنتش مركزة باين يعني. انا كنت مركزة الكاميرا على الحلة فما جابتش ايه ان الكوسة وانا بحشيها. وكنت مطلعه كيس بدنجان كنت مفرزه برضو. ان شاء الله في موسم البدنجان هفرزه معاكم وهقول لكم الطريقه اللي تطلعوه بيها من الفريزر كانه طازه بتاع يومه يعني، ولا بيطلع مجلد ولا بيطلع بيشد كده ولا اي حاجه، وما شاء الله بيبقى دايب وطعمه جميل جدا. هقول لكم ايه، لا اله الا الله، صلوا على النبي يا جماعه. نسيت نتكلم في الاول، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نستغفر ربنا كتير وندعي ربنا كتير في الايام المباركه ديت. ربنا يا رب يسامحنا ويغفر لنا، وندعي لاولادنا ربنا يجعلهم من الصالحين ويرزقنا برهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. بحبكم في الله والله. ربنا يجعلها صحبة خير، يجعلها يا رب كده، ربنا يجعلنا أخوة متحابين في الله على طاعته، وفي يجمعنا برضو في الفردوس الأعلى إن شاء الله يوم القيامة يا رب، في الجنة اللهم آمين. بصوا بقى يا حبايبي، هقول لكم على الخطوه اللي انا ما كنتش عرفتكم عليها، الاسرار بتاعه الخلطه بتاعتي عشان تطلع مظبوطه. قبل ما اتكلم في الخلطه، انا دلوقتي ايه هحشي معاكم البدنجان. هو برضو انا مش باين قوي، بس هو انا دلوقتي انا بحشي البدنجان ما بسيبهوش يفك كتير، هو يا دوب يطلع من الفريزر 5 دقايق بالظبط يهدى كده وابدا احشي فيه. انا لقيت ان هو كان خلاص بدأ يهدى كده، فقلت لا احشيه هو الاول واركنه، عشان لو انا كنت حشيته الكرنب وجيت احشي البدنجان ما كانش هيتحشي معايا سهل. انما هو طالع من الفريزر كده بيبقى عامل زي ما يكون اسطوانه مفرغه، غير لما اكون مطلعاه من الفريزر وسبته شويه هيطرى وهيبقى لين كده، مش هعرف افتح الصباع، وخصوصا لو هو صغير. فدي برضو ايه حاجه لازم نبقى مركزين فيها كويس جدا. البدنجان بيتفرز وبيطلع من الفريزر يتحشى على طول، مش بنستنى عليه يعني. لا اله الا الله. المهم، احنا بقى وصلنا لحد فين؟ انا قلت لكم البتنجان ما بيتستناش عليه وهو طالع من الفريزر، بنحاول ان احنا ايه، ان احنا نعبيه على طول، ولازم نسيب فراغ في البدنجان او في الكوسة قيمة نص صباع كده، او نص عقلة كده، يعني قيمة سنتي كده، سايبينه فاضي عشان الرز يستوي براحته وبيزيد. طبيعي ان المحشي بيزيد زي الرز بالظبط، فلازم نسيب له فراغ كده. المهم، هنبدأ بقى اقول لكم على اسرار الخلطة، عشان انا ما قلتها لكوش المرة اللي فاتت، كنت كاتباها في الوصف لو محدش خد باله منها، لان الفيديو اللي فات بتاع المحشي كان من غير صوت. بصوا يا حبايبي، انا بجيب الحاجة اللي هقلي فيها البصل مثلا، وليكن الطاسة اللي هحطها او المقلاية اللي انا هحطها على البوتاجاز، هحط فيها زيت مثلا. ما بحطش زبدة، يعني زيت قد ايه مثلا ايه، انا مثلا لو مش هعمل كتير على قد مرة مثلا واحدة احط قيمة ربع كوباية زيت او نص كوباية زيت. لو هكتر طبعا المقدار بيتضاعف بقى زي ما انتم ايه عارفين. المهم ان الزيت بيكون كتير كده شوية عشان برضو يخلي البصل يتدبل وما يتحرقش. انا عاوزة البصل بقى ما ياخدش لون، دي اهم حاجة عندي، ده اهم سر من اسرار الخلطة، ان البصل ما ياخدش لون. عايزة لونه يبقى داخل على اللون الذهبي بس. بشوح البصل في زيت، مش بحط زبدة عشان الزبدة ما تتحرقش برضو وتمرر.
يبقى اول حاجة بحط الزيت وبحط البصل. احط على البصل معلقة صغيرة ملح عشان ينزل المية بتاعته وما يغيبش وهو بيتشوح كده في الزيت. بعد كده بقى ايه لما الاقيه داخل على اللون اللي هو بادئ يدبل كده شويه وهيخش بقى على اللون الذهبي كده الاصفر، اقوم انا حاطه بقى معلقه زبده كبيره او معلقتين على حسب برضو الكميه اللي انا هعملها. وبحط بقى معلقه توم مفروم اللي انا كنت مفرزاه. انا عموما كل حاجه الحمد لله بعتبر مجهزاها كده، كل حاجه لما بتخلص بعمل غيرها. فطبعا التوم بيجي في الوقت بتاعه بعينه. كنت منزله لكم الفيديو بتاع تفريز التوم. واحنا دلوقتي في ايام التوم اللي ما لحقتش اللي هي تجيب التوم وتفرز منه مثلا ان شاء الله لو كيلو واحد او 2 كيلو تلحق تجيب، والله بيفرق جدا ما شاء الله اللهم بارك. بتبقى حاجات مسهلة علينا جدا يعني. المهم انا دلوقتي خلاص البصل بتاعي دبل. هحط بقى معلقة الزبدة ومعلقة التوم واديهم تشويحة هما كمان، وبعد كده هضيف التوابل بتاعتي هي بقى اللي هتدي للبصل اللون الحلو الغامق. يعني مثلا هحط مثلا بابريكا هتدي لون. فالاساسي في التوابل بتاعه المحشي الملح والفلفل والكمون، ما بحطش زياده عن كده. اللي بقى الزياده عليهم دلوقتي ممكن اللي هي بهارات محشي او حاجات بسيطه مثلا معلقه قرفه صغيره، معلقه بابريكا، معلقه كزبره مطحونه كده يعني. انا عموما غالبا ما بحطش اكتر من ملح وفلفل وكمون. ولو حطيت بتبقى حاجة بسيطة جدا، رشة قرفة مثلا والبابريكا عشان تدي لون بس. وبيطلع مسكر وطعمه جميل جدا ما شاء الله اللهم بارك. اهم حاجة الخلطة تبقى طعمها مسكر، ما تكونش مرة ما تكونش وحشة، هي اللي بتظبط طعم المحشي. ف مادام ما خليناش البصل اغماء قوي ما بيمررش، وكمان ما بيبقاش حامي قوي يعني. احنا دلوقتي اغلبنا يعني معدته ما بتستحملش اي حاجة فيها تسبيك او اي حاجة فيها يعني متقللها جامد يعني. فنعمل على قد ما نقدر. احنا لو نقدر نعمل الاكل ني في ني يبقى افضل يعني، بس برضه عشان يدي طعم احنا دوبك بندبل البصل بس وما بنسيبوش يلون. المهم انا هنا خلاص بدأت احشي معاكم الكرنب. انا قلت لكم على البدنجان اول لما نطلعه نحشي على طول. الكرنب بقى انا كنت مفرزه الكرنب برضو معاكم عشان الكرنب يتحشي ويستوي بسرعه جدا ويبقى كأنه لسه معمول طازه. اول لما اطلع طبق الكرنب اللي انا مفرزاه بجيب حبه ميه، اغلي شويه ميه اسخنهم يعني قبل درجة الغليان بشوية، وبعدين اصبهم على الورق اللي هو بتاع الكرنب او احط الطبق بتاع الكرنب كده في قلب المية دي قيمة 5 دقايق. يبقى احط ورق الكرنب في المية اللي هي السخنة ديت يجي 5 دقايق. نسيبها 5 دقايق وما نزودش عن 5 دقايق عشان الورق ما يتهريش. بس كل الموضوع ان هو بيدي للورق حيوية كده ويرجعه كأنه لسه مسلوق جديد وبيبقى حلو جدا. طبعا احنا بنفرز ورق الكرنب ما بنقساش عليه قوي، ما بنتكاش عليه في التسوية عشان هو لسه هيخش الفريزر ويعتبر دي درجة تسوية زيادة عليه. فما بنسوهوش قوي، بس لما بيطلع بنعمل ايه بنعمل الخطوة اللي انا قلت لكم عليها دي، ان احنا بنحط عليه حبة مية كده سخنين مش مغلية قوي يعني 5 دقايق ونسيب الورق فيها. الورق ما شاء الله بيرجع يعني كأنه طازة. وده سر من اسرار ان المحشي يستوي كويس جدا. احنا كده خلاص دخلنا في احنا بنرص دلوقتي الورق الكرنب. قلنا سر التسوية الاولاني ان الورق يطلع كويس ومظبوط ان احنا هنحط عليه حبة مية سخنة. تاني حاجة انا وانا بحشي الحلة ما برصهاش رص مسطرة، ما احناش بنعمل شكل هندسي هنا، لا هو كل الموضوع ان انا بحط الصوابع كده عشوائي، مش بحطها والله مرصوصة رص مسطرة. انا كنا الاول بنرصها كأن احنا يعني كنا بنتسابق على اللي تعمل مثلا اللي بتطلع حلة المحشي بتاعتها
متساوية وشكلها شيك وجميلة. لكن في بنات مثلا او في ستات بتشتكي ان الخلطة ان الحلة بتاعت المحشي بتستوي مثلا من الجوانب ومن النص لا، او بتغلي من الجوانب وما بتغليش من النص، او ما بتستويش اصلا هي كلها كويس. فهو بيبقى عامل اساسي ان احنا الخلطة بتاعت اللي بنسقي بيها المحشي ما بتبقاش وصلت لكل مكان في الحلة، وبتبقى الحلة مثلا لو مكبوسة مليانة قوي. احنا هنا مش هنملي الحلة قوي زي ما انا قلت لكم، بدل ما نزود مثلا حلة ونعمل حلة كبيرة، لا ده احنا ممكن نعمل حلتين اتنين وسط ونسيب لهم براح في السوا، هياخدوا وقت اقل من الحلة الكبيرة اللي هي بتستوي فيها على فكرة. فنحاول ان احنا ما نكبسش الحلة قوي وما نرصش الحلة كويس، نخليها فيها فراغات. لو تلاحظوا انا حاطه الورق الصوابع بتاعت الكرنب عشوائي، صباع بالعرض صباع بالطول المهم يعني. ولو جه بقى عايزه اخلي شكلها حلو، لو انا بعمل الحله كلها كرنب يعني، ممكن ان انا ارصها في الاخر خالص رص مظبوط بقى عشان تبقى شكلها حلو. لكن انا شايفه ان هي كده كده هتتقلب في الاخر ومش هنحط الحله يعني ناكل منها ولا حاجه، هنغرف يعني. فانا برص دلوقتي الكرنب رص عشوائي، ومش هعمل كتير المرة دي. انا المرة دي مش هعمل غير صفتين كرنب بس. لكن لو انا برضو برص الحلة كلها لازم اسيب قيمة صباع كامل في الحلة فاضي من فوق، عشان الحلة لما تستوي تلاقي مكان تطلع فيه. زي الرز يا جماعة، احنا لما بنيجي نسوي الرز مش الرز بيزيد زيه بالظبط، المحشي الرز بتاعه بيزيد. فكل الحكاية ان احنا ايه، نحاول على قد ما نقدر كده ان احنا نسيب فراغ للصوابع ان هي تزيد فيها، سواء بقى الكرنب او البدنجان او الكوسة او الفلفل او كده، لازم نسيب فراغ. المهم انا ما رضيتش اسرع الفيديو قوي عشان كنت عاوزة اشرح لكم الخطوة بتاعة الخلطة وبتاعة الحلة بتاعة التسوية اللي هي عشان انا المرة اللي فاتت الفيديو اللي فات ما كنتش اتكلمت فما عرفتوش انا كان قصدي ايه، كنت كاتبة في الوصف مش عارفة كلكم مثلا اللي هيتفرج عليا هيشوفوا الوصف ولا لا. فالفيديو ده شارح الحاجات اللي انا ما كنتش قلتها المرة اللي فاتت يعني. حتى لو انتوا خدتوا بالكم المرة اللي فاتت وانا شغالة في الخلطة، انا دلوقتي بتكلم وبقول لكم اهو ان احنا ما بنقساش على البصل قوي، ما بنسيبش البصل يغمق، وما بنحطش الزبدة من الاول عشان لونها ما يغيرش ما تبقاش مرة. والبصل ما نسيبوش يغمق عشان برضو ما يمررش، وكمان عشان ما يبقاش حامي يبقى يعمل حرقان كده في المعدة ويتعب. فكل حاجة لما بتبقى خفيفة بتبقى أحسن يعني. أنا هنا خلاص ما شاء الله اللهم بارك والله، الرز اللي أنا غسلته وحطيت له الخلطة بتاعة المحشي جه بالظبط على قد الصوابع اللي أنا عملتها، سواء الكرنب أو البدنجان أو الكوسة. طبعا ما تستغربوش ان الكوسة قرعة كده يعني، شكلها طبعا مش لطيف يعني، غريب علينا شوية، لان انا نفسي عمري ما عملتها متقشرة. لا ده انا ببقى سيبها دوبك القشر كده شكله بيبقى حلو مخربشة كده، يبقى شكله جميل متخطط كده. فمعلش يعني هنعمل ايه، طلب مننا محشي كوسة قلنا ندوقهم محشي الكوسة حتى لو طعمه على ما نجيب كوسة تانية ان شاء الله. وكمان كنت عاملة قرن فلفل رومي بحاله، قرن كبير من اللي هو الفلفل الالوان الاصفر، حشيته وحطيته في النص كده. كل المحشي ده هياخد طعم من بعضه وهيبقى طعمه لذيذ جدا جدا. جربوا بقى الطريقة دي لو واحدة مثلا ايه عايزة تحشي كرنب وفي نفس الوقت عندها مثلا ابنها بيحب البدنجان، زوجها مثلا طالب الكوسة، هتعمل ايه، هتقوم جايبة حلة شكل دي كده وحاطة فيها رصة كرنب ورصة من ده ورصة من ده، وفي الاخر تقفل الحلة وتديها الشوربة بتاعتها، وهتطلع 10 على 10 واحلى محشي مشكل كمان. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب، ويوفقنا جميعا لكل حاجة كويسة يعني، كل حاجة تطلع من ايدينا ايه حلو. انا دلوقتي خلاص كنت حشيت البدنجان برص واحدة واحدة، وكنت حشيت الكوسة برضو ورصيتها خلاص. فانا عموما بحب الكوسة تبقى صغيرة ورفيعة
وبتبقى جميلة جدا. فاكيد في ان شاء الله في فيديو هعمل معاكم برضو محشي الكوسة وهتشوفوه. وساعات بدخله في صينية واحطه في الفرن، ليه كذا طريقة يعني. المهم انا هنا كنت خلاص علقت على حلة كنت بسلق فيها الفرخة. دي اللي انا كنت متبلاها معاكم، وكنت المفروض ان انا عاملاها على انها شوية في الفرن، بس انا كنت محتاجة شوربة عشان اسقي بيها الحلة بتاعة المحشي. فقلت ايه يعني مش مشكلة، متبلة متبلة، مش شرط انها تدخل الفرن. وسلقتها فعلا، اديت لها تشويحة كده، وبعد كده زودتها مية مغلية وسبتها على الهادي خالص تستوي. محتاجتش ان انا ازود لها اي حاجة، لان هي واخده التوابل والملح وكل حاجه مظبوط جدا جدا يعني. الشوربه بتاعتها حتى ما شاء الله طالعه طعمها تحفه عشان التوابل اللي كانت واخداها، فنزلت كل الحاجات دي فيها، فطعمها جميل وهتخلي طعم المحشي ما شاء الله جميل جدا. انا دلوقتي خلصت الشوربه غليت معايا، هاخد بقى الشوربه بالمغرفه كده واصفيها واحطها على في بوله كده، وعليها بقى معلقتين تلاتة حلوين كده من الخلطة بتاعت المحشي. انا برضو كنت مفرزة علبة تانية فطلعتها، خدت منها معلقتين اكمل لما كنت بعمل الخلطة بتاعت اللي انا المحشي اللي انا هحشي بيه، زودت وخدت دلوقتي منها معلقتين تلاتة. هحطهم دلوقتي في قلب الشوربة واقلبهم كويس جدا عشان هسقي بيهم دلوقتي ايه الحلة. انا دلوقتي الصوت مش عارفة اللقطة دي ما جاتش. آه انا هحط بقى دلوقتي الصلصة او الخلطة بتاعة المحشي، اخد منها معلقتين تلاتة واضيفها على الشوربة اللي انا صفيتها دلوقتي دي قدامكم، انتوا هتشوفوها دلوقتي يعني اهي. انا صفيت الشوربة، هاخد بقى عليها معلقتين تلاتة من الخلطة اللي انا كنت عيناها في الفريزر من اللي هي بتاعة المحشي. خلطة جاهزة يعني، صلصة كده بتبقى لونها احمر وحلو اهي. هاخد منها معلقتين اضيفهم على الشوربة. اولا بتطعم الشوربة وبتخلي طعمها لذيذ جدا عشان تخلي طعم المحشي جميل. ثانيا عشان تديله لون حلو. وكمان هزود دلوقتي معلقة بابريكا ورشة قرفة صغيرة. ده اختياري طبعا للي عاوز. البابريكا برضو بتدي لون حلو لو مثلا الطماطم بتاعتك اللي انت عامله بقى الخلطه مش حمراء قوي، فبتظبط الخلطه وبتخلي لونها حلو جدا. شفتوا ما شاء الله اللهم بارك، لونها احمر وجميل يعني، يا دوبك تتقلب كده تدي لون تحفه تحفه بجد. هسقي بيها بقى الشوربه، هسقي بيها الحله. العيار بتاع المحشي المظبوط ان انا ما بخليش الشوربه كتير في الحله، لا. يا دوبك قبل الصفة الفوقانية بتاعة المحشي ما بخليش الشوربة تبان منها. انا دلوقتي هسقي كل الحاجات دي مع بعض ومش هخلي الشوربة تبقى باينة اصلا. هو يا دوبك قبل الصفة الفوق دي، قبل الكوسة كده، وهتبقى كده تمام في المظبوط جدا. ليه؟ لان الخضار اصلا بينزل مية، ودي كلها خضار يعني كوسة وكرنب وجزر وبصل والعروق بتاعة الكرنب، كل الحاجات دي هتنزل مية، فمش محتاجة تاخد عيار زيادة يعني من الحاجة اللي انا بسقيها بيها الشوربة يعني. بس بعد كده هجيب ورقة عريضة حلوة كده من الكرنب، لو في ورقة خضرة بتستحمل اكتر ممكن نحطها، بس انا ما كانش عندي ورق اخضر فجبت، كنت سايبة برضو ورقتين كده من اللي هو الابيض عادي. خدت بقى ورقتين كده حطيتهم فوق على وش الحلة، وبعد كده هغطي الحلة من فوق بطبق. دي كلها حاجات عشان تضمني ان التسوية بتاعتك تطلع مظبوطة، الرز ما يطلعش من الصوابع والصوابع ما تفكش. تغطي مثلا الحلة كده بورقة او ورقتين كده، لو ورقة عريضة مثلا وتقيلة بتبقى حلوة. وبعد كده بجيب طبق حراري يكون يستحمل درجة الحرارة، واحطه ايه على وش الحلة من فوق، اكبس بيه كده الحلة عشان اضمن ان هي ايه تمنع الصوابع انها تفك وقت الغليان، لان الحلة لما بتغلي كده ما شاء الله بتبقبق كده وبتغلي. بتحس ان ممكن الصوابع لو طلعت كده تفك بسرعة. طبق بايركس حراري
عشان ما يجرالوش حاجة برضو. والحلة بتستوي على النار. بعد كده هسيب المحشي على نار عالية على ما يغلي غلوتين كده، يعني اول ربع ساعة بسيبه على نار عالية. بعد كده بهدي النار واسيبه يتشرب بقى كده ويتشمع مع نفسه. في الوقت ده بقى انا هعمل ايه؟ انا علقت على المحشي، هعمل خلطة صغيرة كده، حاجة بسيطة عشان ادي بيها وش للفرخة بتاعتي، لان انا كنت الاول متبلها وادخلها الفرن كده تاخد الوش منها فيها كده. لكن دلوقتي انا سلقتها فبقت لونها ايه، مش بتاعت شوي يعني. هاخد معلقة صغيرة مش كبيرة صلصة، معلقة صغيرة مش كبيرة صلصة اهي صغيرة، واحط عليها معلقة بابريكا، واحط عليها معلقة رشة ملح خفيفة مش كتير، ومعلقة شوربة ومعلقتين زيت، واقلبهم كويس جدا مع بعض. عايزة احط توابل تاني ممكن احط مثلا حبهان مطحون، فلفل اسمر كده يعني. لكن انا ما بحطش لان هي مش هحط في المرة دي، لكن في مرات تانية بحط. انما هي المرة دي هي متبلة كويس جدا. كل اللي انا هحطه رشة كمون خفيفة جدا، رشة يعني على طرف المعلقة. في الصلصة اي حاجة داخل فيها صلصة بنتبل بيها لازم نحط عليها رشة كمون، والله بتفرق جدا جدا في الطعم. اي نعم هو بيتقال ان ما ينفعش نحط كمون على الفراخ ولا اللحمة، لا بس هي فعلا بتفرق جدا. انا جربتها كتير جدا، بتدي طعم ما شاء الله اللهم بارك يعني، بتبقى طعمها لذيذ جدا يعني. حاجة بسيطة خالص ما بتبقاش باينة اصلا يعني. ومعلقة بابريكا، وقلنا معلقتين زيت ومعلقة شوربة عشان نخلي الخلطة ما تبقاش تخينة كده ولا تقيلة. وبعد كده ناخد فرشة، دي البابريكا هاخد منها كنت لسه جايباها حتى ما فضيتهاش. بعد كده هجيب فرشة وادهن الوش بتاعها بتاع الفرخة بتاعتي. اصلا يعني الفرخة مش كبيرة قوي يعني، فمش هتحتاج مني خلطة كتير، دي معلقة واحدة بالظبط. مش عارفة والله البوتاجاز زي ما يكون العين اللي في النص اللي انا حاطة عليها الحلة ديت بتاعت المحشي، زي ما يكون الفونية بتاعتها ما اعرفش مالها مخلية الحلة من تحت سودة كده ومضايقاني. وكنت حاطة عليها في الاول حلة الفرخة برضو خلت الحلة متعلمة من تحت. مش عارفة، عايزة اشوف لها صرفة احاول ان انا اسلكها ولا اشوف هعمل ايه عشان تتظبط. ما بحبش كده اصلا، ما بحبش الحلة بتاعتي تبقى من تحت لونها كده. مش عارفة هو ده ايه. المهم انا دلوقتي حطيت معلقة شوربة واحدة مش هحط زيادة، ومعلقتين زيت، وهقلب بقى كل الحاجات ديت مع بعض. احلى خلطة ندهن بيها وش اي حاجة بقى، بط، فراخ، حمام، اي حاجة اي حاجة، حتى اللحمة ينفع نعملها كده. وهتشوفوا كتير معايا ان شاء الله اللحمة وانا بعملها بالطريقة دي. بس ان شاء الله لما بس اجيب لحمة واحاول ان انا اوضبها واعملها برضو معاكم ان شاء الله. يا جماعة احنا كلنا اسباب لبعض يعني، ما بعملش حاجة زيادة عن حد. في كتير عارف الحاجات اللي انا بقولها. انا بتكلم على اساس لو واحدة مثلا لسه بنوتة جديد مثلا مش قد كده في المطبخ وعايزة تتعلم، فلو انا عندي فكرة ممكن انقلها لكم او افيد اي حد فيكم بيها، يبقى احنا كده يعني اسباب لبعض. وانا برضو متقبلة جدا اي حاجة، لو حد عنده حاجة عايز يضيفها لي انا هقبل كويس جدا. اهم حاجة ان احنا نتكلم مع بعض باسلوب راقي واسلوب محترم، ونوصل لبعض الحاجة الفكرة باسلوب كويس. لو في اي تعليقات انا عادي تحت امركم يعني، اكتبوا لي التعليقات وانا هقراها. اهم حاجة ان احنا طول ما احنا واقفين في المطبخ نستغفر ربنا كتير ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول اذكار، اي ذكر بقى، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ندعي ربنا كتير الحمد لله يعني. ربنا يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا رب، اللهم امين. انا دلوقتي خلاص خدت الخلطة ودهنت بيها الوش بتاعت الفرخة. هدخلها بقى الفرن على الشواية يدوبك تاخد لون كده حلو. وبعد كده ايه، ه- هطلعها.
هنا يا حبايبي كان في نص وقت التسوية بتاع المحشي. الحلة ما شاء الله بتغلي من كل ناحية اهي زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اللهم بارك. هحط لها بس معلقة كبيرة كده قشطة هوزعها عليها تتشربها وتتشمع 5 دقايق، وبعد كده ايه المحشي بتاعي هيكون جاهز ان شاء الله ان هو يتحط على السفرة يعني على الاكل. الحمد لله والشكر لله. الفرخة طلعت ما شاء الله جميلة جدا ولونها حلو خالص يعني مرضي جدا، والمحشي كمان الحمد لله استوى ما شاء الله اللهم بارك، اتشرب واستوى الحمد لله. أه هاخده بقى اغرفه في طبق كبير كده شوية، وبعد كده اخد بقى ايه يعني هو كان لسه فاضله هنا 5 دقايق، يعني كنت ببص عليه دلوقتي كان لسه فاضله 5 دقايق ما تشربش كله تمام يعني. هفضيه بقى في طبق كبير، وبعد كده بقى هاخد بقى انقل الكرنب لوحده اهو. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، دلوقتي ما عادش فيه بقى اتشرب كله تماما وتشمع واستوى وبقى حاجة كده زبدة يعني ما شاء الله حاجة كده جميلة جدا جدا. طعمه كان تحفة جدا لانه كله واخد من طعم بعضه فكان حلو قوي قوي ما شاء الله اللهم بارك. هقلبه بقى في الطبق ده، وبعد كده بقى ايه هو كان عايز طبق اكبر شوية. بعد كده هاخد بقى البدنجان والكوسة احطهم لوحدهم في طبق، واخد بعد كده الكرنب احطه في طبق ما شاء الله اللهم بارك. والجزر هو اللي انا بقول لكم عليه اللي بيبقى في الفرشه بتاع ارضيه الحله طعمه بيبقى تحفه جدا، والحله فاضيه خالص مفيش حاجه لازقه ولا صباع واحد والله ما شاء الله اللهم بارك. والصوابع طالعه مفيش حاجه فكه ولا اي حاجه، وانا بفضي طبيعي ان ممكن حاجه تفك، بس هو ما شاء الله اللهم بارك مفيش حاجه فك خالص. هحط بقى الكرنب لوحده والكوسه والباذنجان لوحدهم، وما شاء الله اللهم بارك كده. انا كنت خلاص حطيت الاكل بقى على الترابيزه وغرفت كده المحشي والشوربه والفرخه، وعملت عصير كمان عملنا عصير مانجا، وحاطه التمر بتاعي في فوانيس اكليريك كده الاطفال بيبقوا فرحانين بيها يعني. نجهز عصير مانجا، المانجا طالعه هنا لونها برتقان مش طالعه مانجا يعني معرفش ليه. التصوير برضو بيفرق يعني ممكن الإضاءة مش عارفة. المهم كل حاجة ما شاء الله اللهم بارك نحاول نمشي على الخطوات مظبوط وكل حاجة تطلع ان شاء الله مية مية يعني. هناخد هنا بقى دلوقتي هوريكم اهوت باخد صباع محشي كرنب ما شاء الله اللهم بارك. بصوا مستوي وجميل جدا والرز مفلفل والله يعني كل حبايه مخصمه اختها زي ما بيقولوا يعني ما شاء الله اللهم بارك، يعني مفيش حب ماهوش معجن مستوي كويس جدا. اخد بقى دلوقتي صباع كوسه وصباع بدنجان عشان اوريكم برضو درجه السوا بتاعه. بصوا بقى هنا الخطوه دي كان في كوسايه انا ما قورتهاش وقلت لما ادخل المطبخ هاخدها اللي انا اقورها وبعدين هحشيها جوه، نسيتها واترصت مع المحشي واستوت على كده. هنا صباع تاني اهوت مستوي ما شاء الله ما شاء الله جميل جدا. والبدنجان ما شاء الله بصوا ولا مجلد ولا بيشد ولا حاجة مهري ومستوي من بره حلو يعني، ومن جوه الرز ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. الحاجات طالعة جميلة جدا كله بتوفيق ربنا يا جماعة والله كله بتوفيق ربنا، احنا ما بننسبش حاجة لينا يعني كله بتوفيق ربنا، ربنا اللي بيوفقنا وان احنا الحاجة بتطلع من ايدينا جميلة ده كله بعون ربنا يعني. بالهنا والشفا وربنا يهني الناس كلها يا رب ويسعدها بكل حاجة هما بيعملوها ويوسع أرزاقنا جميعا يا رب اللهم آمين. مش عارفة أنا اللقطة دي كانت المقطع ده اتعاد تاني ليه؟ المفروض ان انا كنت صبيت العصير اصلا يعني مش عارفة هو ده داخل غلط ولا ايه بالظبط. المهم ما فيش مانع ان احنا عادي هنصبها تاني يا جماعة. الفوانيس دي جميلة قوي ان شاء الله هعمل في الفوانيس ديت حلويات وهوريها لكم بتعجب الاولاد جدا يعني. انا كنت عاملة عصير مانجا طالع هنا كأنه عصير برتقال كأنه برتقال، البرتقال الصيفي طلع وهو ده بتاع العصير تحفة تحفة جدا. انا عاملة فيديو على فكرة عشان كنت بفرز برتقان يعني بشوفوه
اللي تتفرج على المحشي تخش عشان تحلي بالعصير الفريش.